كان زمان الانسان شغال بالمقايضه، يعني تديني كيلو قمح اديك شويه سكر. اتطورنا لحد ما وصلنا للقروض. بصراحه انا حاولت اقاوم التقدم، لقيت الموظف في بنك اسكندريه بيقول لي حضرتك عايز كارت ائتمان ولا كارت خصم مباشر؟ قلت له اللي تشوفه، بس بصراحه يعني هو المهم يكون مليان. بس هو سؤال، هو ايه الفرق ما بين كارت الائتمان وكارت الخصم المباشر؟ انا اسمي احمد الجرحي، وبنك اسكندريه ساب الناس كلها وجابني انا عشان افهمكم المصطلحات البنكيه. بصوا هي ارزاق، واحنا مع بعض بقى نحاول نفهم بعض وربنا كريم. ايه الفرق ما بين البطاقه الائتمانيه وبطاقه الخصم المباشر؟ كريدت كارد وايه؟ والديبت كارد. انت بتهرج؟ والله كريدت كارد. ايه كريدت كارد والديبت كارد؟ يعني زي الحساب الجاري كده؟ ما استخدمتيهاش نهائي؟ مفيش. بتأمن على الناس، يعني انا مثلا عامل بطاقه ائتمانيه في بنك، بيبقى مثلا لا قدر الله حصل لي حادثه، اهلي ياخدوا الفلوس بقى اللي متأمن عليها بيها. البطاقه الائتمانيه ديت هتعتبر بطاقه زراعيه. الائتمانيه زراعيه. الائتمانيه زراعيه. الكريدت اللي انت بتشتري بيه المشتريات بتاعتك وبتبقى فيه فتره سداد خلال 55 يوم او حسب النظام البنكي. طيب الديبت كارد دي، لا الديبت مش المفروض اللي هو الرهان. البطاقه الائتمانيه سيادتك لو عدى على 55 يوم بيدفع فايده. الخصم المباشر دي ان انا لو اشتريت حاجه بيخصمها فوري. بس الائتمانيه زراعيه ان شاء الله، والخصم المباشر تمام بنكيه. بطاقة الخصم المباشر أو الديبت كارد هي ببساطة بطاقة مرتبطة بحسابك الشخصي في البنك، يعني لازم يكون عندك رصيد عشان تعرف تدفع منها في أي محل أو مطعم، يعني بدل ما تشيل كاش بتبقى شايل كارت في محفظتك. إيه فايدتها؟ فايدتها إنك لما بتكون بتحاسب ومش معاك كاش يكمل، أو بتجيب حاجات من السوبر ماركت ولقيت عرض ما يتفوتش، نسيت فلوسك في البيت واتزنقت في الشارع، ولما تيجي تحاسب الراجل ما يبصلكش شزرا ويقول لك يا باشا مفيش فكة، ده غير طبعا إنها أمان. أما بطاقة الائتمان الكريدت كارد فهي جاية من اسمها ائتمان، البنك بيأتمنك على مبلغ ممكن تسحبه في أي وقت كسلفة، يعني مش لازم يكون عندك رصيد، ومش محتاج تدفع أكتر من 5% من اللي صرفته كل شهر، والبنك بيديلك فترة سماح 55 يوم قبل ما يبتدي يحسب عليك فوائد. طب أطلع البطاقة إزاي؟ لو عندك وديعة أو شهادة في البنك ممكن، أو بضمان راتبك الشهري. الأنظمة كتير كمان بقى للناس اللي بتشتري أو بتدفع فواتير أونلاين، ده هيبقى مناسب ليهم جدا طبعا في السوبر ماركت، المحلات، المطاعم. لو الكارت اتسرق لا قدر الله تبلغ البنك ويوقفوا الكارت فورا، والحرامي مش هيعرف يسحب منه حاجة، وآخره يا يهوي بيه أو يعملوا ميدالية. لكن لو المحفظة بقى فيها كاش ربنا يعوض عليك. تابعونا واعرفوا مصطلحات بنكية أكتر في برنامج اسأل الخبير مع بنك اسكندرية، ولو عندك أي أسئلة اكتبها تحت في الكومنتس وإحنا هنجاوبك عليها، ولأي استفسارات زوروا موقعنا أو اتصل بينا على السلام عليكم.